يمكن حالتهم حتى اليهودي وهو يهودي يبكي عليهم. شقد ما خايفين، شقد ما متربنين، شقد ما شايفين جوع. والله جبناهم مصلوهين قبل على الحمام هذا، سبحة وبدلوا. نسيت أحزاني كلها من شفتهم، لأن حسيت أكو أمهات مثلي شلون زوجي وابني راحوا. حسيت أكو أمهات قلوبها محترجة، حسيت وكأنما ابني يحتيه من القبر وجا علي. بديت أحضنهم، بديت أحس إني أنا أمهم. أقعدتهم برا بعد، درت لهم غدا، تغدى وحببتهم على الورشين. قلت لهم أهم كل شيء تطمئنون، أمكم يمكم وأبوكم يمكم وأخوتكم يمكم. خلوا ببالكم أنتوا واصلين لهالكم منتهين منها. يعني شفتهم نشنشوا ارتاحوا من حكيت لهم هالشكل. ينامون بالليل برا هذا وأنا أبقى على الموقد هذا قاعدة 15 يوم ما عرفت أنهم شنو. أخاف أفوت أنام جوا بالبيت وأحد يفوت يغدر بيهم، وأنا عاهدتهم وأحس شلون أمهاتهم جارية بيهم. جاء أبا الكية قلت له الشغلة واحدة اثنين ثلاثة، قال مو بعيني أسلم رقبتي وما أسلمها. جيت على بنوات ابني اللي ذبحوه يتامى 2، وعلى بنتي وعلى جنتي وعلى مرت أخوي وأنا. قالوا شو دعوة هالكثر تاخذي النسوان؟ قلت مو أريد أضم الولد تا ما يبينون. خليت النسوان من هين النسوان من هين، تا أي سيطرة من صفحة تشوف نسوان والولد بالنص. حطيت واحد منهم وياي بالصدر، شلت القرآن على صدري، توكلت على الله والرسول وآل البيت. وصلنا سيطرة البيش مرقة دقيقة حيل. كان تاخذ واحد من الجنسية وسأله جاوب. قال له شنو انت؟ قال له انا طالب. وين هوية الطلاب؟ اطلع له اياها. دحق عليها قال له هذه مزورة. من حسيت بيه كانت خربط وقع. صحنا البنوات صحوا الولد. قال ايش بيها ايش بيها؟ قالوا له سكرها هبط وراح تموت. مي يا اخوي، ركضت اجيب مي، صار ازدحام، زدت الهوية علينا وكان انعبر.